قرية دويركي قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية في جبل الكرد أو جبل الأكراد، تبعد عن مصيف سلمى حوالي 5 كيلومتر. عدد سكانها أقل من 1500 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. يعمل أهالي القرية بالزراعة، وقد تعرضت قرى جبل الكرد في قسم اللاذقية إلى قصف شديد من قبل قوات نظام الأسد، لذلك تدمرت معظم قراهم وهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة. لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتدخل ومد يد العون والمساعدة لأهلنا هناك. من عشائر الجبل موشان، عوجان، شيخان، كيخية. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة في جبل الكرد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محامٍ منطقة درباسية. أتمنى كما أتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسامٍ كردية، فلغتنا الكردية كباقي اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية دويركي.